سمعت على الهواء. والله ما احنا كنا مسكنا، ما هو هوب شويه هوب مش مصدقين. انا كنت حاسس ان انا بحلم. بص يا جماعه باختصار شديد، اولا انا بعتذر ان انا اتاخرت لان كان عندي ميعاد بصفه رئيس لجنه الانديه مع السيد المستشار هشام بركات النائب العام للحديث عن اعتبار الالتراس جماعه ارهابيه مسلحه طبقا للماده 86 من قانون العقوبات، ومن ينتمي لهذه الجماعه القيادات يتعاقب بالسجن المؤبد، ومن ينتمي كافراد يعاقب بالسجن المشدد يعني 15 سنه. الاجتماع بدا يمكن حوالي 1:30 تقريبا ل3:15 تقريبا. حضور طبعا الساده الافاضل اعضاء اللجنه وصلنا بالاجتماع مع النائب العام، لان دلوقتي في تحقيقات، في ناس في عمر ضبط احضار وفي ناس بتتحبس، وفي دوله بالكامل من اعلامها، اعلام، شرطه، نيابه، قضاء، انديه ضد هذه العصابه المسلحه. لكن انا اللي اسعدني النهارده هو خطاب النادي الاهلي اللي ما حضرش. خطاب النادي الاهلي النهارده رغم اني بعتذر للاستاذ خالد المنتج خارج مصر رئيس اللجنه، لكن بيأيد بكل قوه لجنه الانديه في عوده الجماهير ومساعده الامن والقضاء على هذه العصابه المسلحه. هذا موقف محترم من النادي الاهلي ومجلس ادارته، واعتقد هيبقى موقف الانديه كلها. هنسلمكم صوره. طبعا على راس هذا الاجتماع هو موضوع البث الفضائي والبيع الفرادي والبيع الجماعي ورابطه الانديه. واحنا دعونا السيد عصام الامير، كان في اجتماع منها حرق نادي الشرطه، منها ضرب صواريخ على الطيران في مطار القاهره، منها حرق مقر الحزب الوطني، منها افتحام مترو الانفاق يومين ورا بعض، مترو تحت، وشل حرق افتحام نادي الزمالك مرتين، حرق مشجع زملكاوي في الاتوبيس، اقتحام النادي الاهلي في الجزيره مره، في مدينه نصر واعتداء على اللعيبه مره اخرى من عمرو فاروق الوزير، ومحاوله الشروع في قتل عمرو فاروق. كل هذه الجرائم على مكتب النائب العام، وكان كل المطلوب ان احنا نطبق الماده 86 من قانون العقوبات. ولاحظت انها بتطبق من اول امبارح لما راح دوران شبرا، لما ادوه 15 يوم. 15 يوم معناها ان هو بيتعامل معاهم عصابه اجراميه ارهابيه مسلحه. لان هو كان بياخد 4 ايام، دلوقتي بقى 15. دي يعني معناها دخلنا في امن الدوله. جرائم امن الدوله. ده الجزء الاولاني. انا بقول تاني النادي الاهلي مشكورا بعد